سيادنا واحد السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مستر بالو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا على قناة الكأس القطرية بحضور الإعلامي المغرب والناقد الرياضي محمد المغودي ولاعب الوداد سابقا ربيع العفوي. غادي نسمعوا اشنو قالوا على اللاعب ابراهيم دياز وحسمه لملف تمثيله المنتخب المغربي عوض المنتخب الإسباني. غادي يسمعوا محمد المغودي وربيع العفوي وكذلك المحللين اشنو قالوا على هذه الخطوة اللي قام بها لاعب ريال مدريد ابراهيم دياز اللاعب القديم في المنتخب المغربي. قبل ما تشاهدوا الفيديو ديروا لنا شي لايك وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد دائما. يلا خوتي خليكم تشاهدوا الفيديو. طبعا نمشي للاستاذ محمد المغودي ونختم به هذا الملف، لانه الحقيقه كاس افريقيا اصبحت مصدر ازعاج للانديه الاوروبيه الكبرى استاذ محمد المغودي، وانا تخوفي من كاس افريقيا القادمه الحقيقه، لانه لما نشاهد هذه المشاكل اللي حاصله حاليا واللي صايره نتيجه لكأس أفريقيا، ممكن نتساءل هل كأس أفريقيا ستجرى في موعدها الموسم القادم أو السنة القادمة في المغرب؟ لأنه الحقيقة شهر جولاي تعرف شهر أغسطس بداية موسم تحضيرات أندية أوروبية، وفي قمة التحضيرات والاستعدادات هل ستسمح الأندية الأوروبية بهذا التاريخ للمغرب؟ لأنه تعرف الآن قوة الأندية الأوروبية، وأنفانتينو الحقيقة ممكن أصبح يمشي أكثر مع القوى الكبيرة اللي هي الأندية العظمى إن صح التعبير الأوروبية، حتى تكون الأمور واضحة. والله عزيزي كلا أعتقد أن الجواب الحقيقي هو عند ربيع أكثر من عند المغودي في هذا السياق، أنا أعرف ذلك، ولكن دعني أقول لك بأن المغرب تشبت أو تنازل عن التوقيت وقبل بأن يكون ذلك في الصيف اعتبارا لمجموعة من المعطيات التي تخدم ملفه وتخدم أيضا توهجه على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياحي وعلى المستوى الاستثماري. ولكن أيضا العائق الكبير الآن التي تعانيه كرة القدم الإفريقية هي تلك النظرة الاستصغارية للاتحاد الدولي لكرة القدم للقارة الإفريقية، سواء على مستوى الأجهزة، سواء على مستوى المنافسات، وسواء على توقيت المنافسات، وعلى الكثير من المعطيات، حتى على مراقبة الاتحاد الإفريقي أكثر من مراقبة الاتحادات الأخرى. أنا أعتقد الآن نحن في نقاش آخر ليس هو فصل الصيف، ولكن هو نظرة إيفانتينو والاتحاد الدولي لكرة القدم للقارة الإفريقية. أنا أعتقد أن هذه معركة، وصدقني إن قلت لك عزيزي هيكل بأن هذه المعركة الآن هي تسير في اتجاه التصعيد بين تيار داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم. الكثير من اللقاءات، الكثير من الاجتماعات، الكثير أيضا من التنسيقات ستبدأ أولا بزلزلة ما يسمى بالاتحاد الإفريقي وخاصة التيار الخاضع للاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنكون في الأيام القليلة أو في المواسم القادمة أمام اتحاد إفريقي قوي وقوي جدا، سيكون فارضا لتصوره، فارضا لاستراتيجيته، وفارضا أيضا لقراره. واضح، وأنت مصر أنك تعطي مصدر السؤال بتاعي، يعني في الأخير يعني في الكواليس أعطيت مصدر، مش في الكواليس على الهواء، وأعطاه مصدر السؤال بتاعي فقط. حتى الاتحاد الإفريقي أيضا مطالب أنه يكون أيضا صحيح، هو اتحاد ممكن ما عندوش امكانيات كبيره، ولكن مطالب ايضا انه يمشي في تمشي الاتحادات الكبرى الاخرى. كاس افريقيا الوحيده اللي مره كل سنتين، نعملوا كاس افريقيا مره كل 4 سنوات مثل كاس اوروبا وكاس اسيا، نعملوا هذه الشان وما بعرف كؤوس ما عندها ولا قيمه يعني في افريقيا. في هذه النقطه يمكن كانت العديد من المنتخبات 30 ثانيه فقط ربيع. بالنسبه لي شخصيا على انه لماذا نصر على كاس افريقيا كل سنتين؟ كان دائما يعني الحجه على أنه لتأهيل الكرة الإفريقية، وفي رأيي الشخصي هو لخدمة بعض الشركات التي تسهر من خلال البنيات التحتية ومن خلال تجهيز كأس إفريقيا لا أقل ولا أكثر. والمنطقي يقول بأن بحكم العدد الكبير للاعبين الأفارقة في أوروبا في الأندية الكبيرة المفروض أن هذه الكأس تكون لكل 4 سنوات كيف أوروبا كيف آسيا، وتوازيا مع كأس أفريقيا مع اليورو حتى تكون الأمور واضحة، يعني حتى يرتاحوا في نفس التوقيت. نمشي للموضوع الثاني في برنامجنا الليلة. تقريبا حكينا في كل التفاصيل الخاصة بمحمد صلاح، نتحدث على إبراهيم دياز، هل سيكون في قائمة المنتخب المغربي؟ مباشرة نمشي للأستاذ محمد المغودي. أستاذ محمد المغودي، هذا الملف ملفك الآن، ما تقوليش ربيع العفوي، ربيع العفوي عنده الملفات الكبرى نتاع المنظمة الأكبر، أنت عندك إبراهيم دياز
أعطينا الآن الحقيقة، هل إبراهيم دياز سيكون في قائمة المنتخب المغربي؟ والله عزيزي كان أقول هنيئا لإبراهيم دياز بقميص الفريق الوطني المغربي، وأقول أيضا للفريق الوطني المغربي هنيئا لك بدياز، لأن هذا ابننا قبل بشكل مطلق حمل القميص الوطني. مرحبا به، سيكون حاضرا في المعسكر المقبل. دياز كان موجودا في لائحة المنتخب الإسباني وكان يعول عليه في المنتخب الإسباني، ولكن دعني أقول الحقيقة أيضا ومن باب الفخر أن الأمر لدياز هو ليس من باب النفخ وليس من باب التطويل كما يقول بعض العدميين، ولكن أقول هذه واحدة من استراتيجية الدولة المغربية تجاه الجالية المغربية. هناك توجه ملكي خاص نحو الجالية المغربية، ونتعامل معها وفق كل المعطيات وفي مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي. نحن الآن نجتهد ونعمل مع مجموعة من المنسقين والمنقبين في أوروبا على العمل على ربح كل مواهب المغاربة، وربحنا دياز، وكان هناك مجهود خرافي للدولة المغربية. وبالطبع وحينما أقول مجهود خرافي للدولة المغربية أقول أن من الذين ساهموا في هذا المجهود هو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أقنعناه سيكون متواجدا معنا في المعسكر المقبل. وهنا لابد من الإشارة أيضا، لابد من الإشارة والتنويه باللقاء الاحترافي أو بالتواصل الاحترافي لوليد الركراكي مع دياز، وهذا أيضا سكوب لهذا البرنامج. كان معه في غاية الاحترافية. نعم أنت لاعب كبير، ولكن داخل المنتخب المغربي الكل متساوي، الجاهزية الفاعلية المردودية هي الحاسم، بمعنى ليس هناك أفضلية. وفي هذا السياق وارتباطا بهذه النقطة من باب التوضيح أيضا، وورد في التقرير لن يكون هناك أي احتفال باللاعب، لأن كل المغاربة الذين حملوا قميص الفريق الوطني المغربي ووصلوا إلى الفريق الوطني المغربي لم نحتفل بهم. هذا شرف لنا وشرف لهم. سيكون كباقي اللاعبين، سنرحب به كباقي اللاعبين. أما أن هناك احتفال خاص فأنا هذا الأمر غير موجود بالمطلق. ولكن في هذه النقطة المضيئة عزيزي هيكل هناك نقطة مقلقة جدا وظالمة جدا، بل نقطة سوداء. هذا المجهود وهذا العمل الخرافي من أجل هذه المواهب، نطرح سؤال: أين البطولة الوطنية من إنتاج اللاعبين؟ لماذا تعود البطولة الوطنية تنتج لاعبين الذين يستطيعون حمل القميص الوطني؟ لماذا لم تعد البطولة الوطنية تنتج كما أنتجت الزاكي ودربالة الحداوي والظلمي الله يرحمه الطاهر الخلج ومجموعة من اللاعبين، عادل رمزي وطارق السكيتي وطارق طلال القرقوري إلى غير ذلك؟ أنا أعتقد هذه النقطة المضيئة هي إدانة للبطولة الوطنية التي تصرف عليها الملايير. وبالتالي أنا بقدر ما أنا أعبر عن سعادتي عن هذا النجاح في استقطاب المواهب المغربية، بقدر ما أنا أعبر عن غضبي من البطولة الوطنية، واضح، باستثناء بعض اللاعبين على قلتهم داخل أكاديمية محمد السادس. ولكن الرجاء أوت، الوداد أوت، الماس أوت، الكوكب أوت، وهذا مؤلم جدا. هذه الملايير التي تصرف عليكم والله ثم والله حرام في حقكم. واضح أستاذ محمد الميغودي، ولكن أعطيني إبراهيم دياز، أعطيني إبراهيم دياز وبعدين تنحل مشاكل البطولات المحلية، لأن البطولات المحلية عندها مشاكل كبيرة الحقيقة. هيكل بعد إذنك عايز أعلق على مش تعلق، عايز أعلق على جملة قالها الأستاذ محمد بعد إذنك هيكل. والله مش نرجع لك ومش تعلق أنت راه. باهي علق يا شريف من الآن. علق إيه. أنا طبعا عايز أشكر الأستاذ محمد على الدرس اللي اداه للمسؤولين عن الكرة المصرية في تعاملهم الاحترافي مع ملف إبراهيم دياز، وإزاي تعاملوا المسؤولين عن الكرة والناخب الوطني المدرب الوطني إبراهيم ركراكي مع إبراهيم دياز. وعايز أقول له أضيف بس معلومة، أنا تواصلت مع زملاء وأصدقاء ليا في المغرب وقالوا لي برضو إن كان في دور أسري من أسرة إبراهيم دياز في إن هو يلعب للمنتخب المغربي، وكانوا في إصرار منهم على إبراهيم دياز برضو إضافة للجهد اللي اتبذل
من وزاره الشباب والرياضه او الدوله او جهاز المنتخب او اتحاد الكره المغربي، كان في جهد اسري من اسره ابراهيم دياز كمان ان هو يبقى موجود في المنتخب المغربي. واضح بالفعل، هو لازم الاسره تكون موافقه، ولازم يكون دفع أسري معنوي مهم جدا. في الأخير إبراهيم دياز له أصول مغربية، ومن حقه أن يلعب لفائدة المنتخب المغربي. وعلى فكرة لما نتحدث على المغرب نتحدث على منتخب لعب نصف نهائي كأس العالم وفاز على المنتخب الإسباني، لأنه الآن الفروقات الفنية الحقيقة ممكن كأس العالم نسبيا تلاشت، وهذا أمر مهم جدا ربيعة، لأنه إبراهيم دياز يعرف جيدا حتى الجانب الفني ممكن سيستفيد أيضا في المنتخب المغربي، لأنه أيضا المنتخب المغربي مقبل على تحديات كبيرة. صحيح، ولهذا دائما نأمل أن تكون هناك ممكن إنجازات استثنائية، وأعتقد بأن ما وصل إليه المنتخب المغربي في 2022 بين قطر نصف النهائي خلى ممكن أو يساعد ممكن من إقناع العديد من اللاعبين على أنهم يحملوا القميص الوطني. بالنسبة لإبراهيم دياز لا أحد يشكك في قيمته، لاعب واعد ذو 24 سنة، أعتقد بأنه من اللاعبين يعني تقريبا اللي ما خداوش حقهم في البداية في ريال مدريد، ثم ذهب إلى إي سي ميلان، ومن ثم أعتقد بأنه خدا لعب العديد من المباريات، يعود إلى ريال مدريد بثوب آخر. الاهتمام بالنسبة لأنشيلوتي لهذا اللاعب دائما ما يكون، ويتم إشراكه في العديد من المباريات، ثم ربح للمنتخب بكل تأكيد وربح للاعب كذلك. لماذا؟ لأن كانت هناك أمثلة في السابق فضلت أن لا تختار المنتخب المغربي، فضلت تختار المنتخب البلجيكي. مثلا نتكلم على زكريا البقالي ولم يلعب إلا مباراتين، وهو ممكن منذ سنوات ندم على خياره، وحاول أنه ربما لما لا أنه يلعب للمنتخب الوطني. أنور الغازي كذلك فضل أن يلعب للمنتخب الهولندي، لعب مباراتين فقط، وبالتالي أكيد نحن نتكلم عن لاعبين هم حاليا ذو 28 سنة ويلعبون في أوروبا، وبالتالي أكيد بأنه كذلك دياز لا أعلم إذا أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، لكن لما تختار أولا منتخب بلدك، منتخب لديك فرص كبيرة على أنك تلعب حتى لو لم تشارك كأساسي في فريقك، صحيح. عكس أنك تختار ممكن المنتخبات الأخرى. لكن صراحة أنا سعيد بهذا الاختيار وهذا التوجه في إقناع اللاعبين مزدوجي الجنسية من أجل حمل القميص الوطني، لأن هناك يعني حدثين مهمين بالنسبة لي الشخصي، اللي هو كأس إفريقيا الذي سينظم بالمغرب، وخاصة تحضير لكأس العالم 2030 بالمغرب إن شاء الله. قبل ما نمشي الكابتن طارق سالم فقط ربيع بسرعة، إبراهيم دراز يلعب مباراة ودية مع المنتخب المغربي، لعبوا المباراة الودية كأساسي، يعني خلاص انتهى الأمر، أصبح مع المنتخب المغربي، أم يجب أن يلعب على الأقل دقيقة كأساسي مع المنتخب المغربي في مباراة رسمية؟ مباراة رسمية، لأنه سبق له اللعب في مباراة ودية مع ليتوانيا، كان عوض بوسكيتس في أثناء إصابته بالكوفيد، وتم مناداته في 2021 مع المنتخب الإسباني في مباراة ودية ليتوانيا، وبالتالي سوف يلعب للمنتخب المغربي لأنه لم يلعب مباراة رسمية مع المنتخب. ونتكلم على أنه السن لو لعب مباراة رسمية قبل 21 سنة بإمكان التغيير، بعد 21 سنة سيكون من الصعب، وأنا إن شاء الله بإذن الله أنه سيستمر مع المنتخب المغربي، لأن هناك اختيار عن قناعة. هذا ما نتمناه ربيع، ولكن هذا هو السؤال طارق سالم، لأنه صحيح هناك خيار عن قناعة، هناك تدخل عائلي، هناك أيضا تشعر أنه دولة كاملة بتم تضميمها وراء لاعب، ممكن عكس إسبانيا فقط دعوة من اتحاد إسباني. جيد أنك ذكرت هذه النقطة هذه، لأنها حصلت معنا مع اللاعب شادلي، أتى لعب مباراة ودية مع إيرلندا ومن ثم غير وذهب الى منتخب بلجيكا، وصحيح انا تدخلك في محله حتى مع تونس. لهذا حتى نوضح الصوره، تخوفي طارق أنا في الفتره القادمه بعد انتقاله للمنتخب المغربي الى غايه شهر 6 تخوف الحقيقه من الضغوطات اللي مش تصير ليس من الاتحاد الاسباني. انا تخوفي الكبير هو الضغط اللي يصير من ريال مدريد، من الفريق في حد ذاته، لانه تعرف قيمه وهيمنه وقوه ريال مدريد. وهذا يمكن المقياس الحقيقي اللي باش نعرفوا به، هل انه ابراهيم دياز معناه اختار الاختيار نتاعو عن قناعه ولا فيها حسابات شخصيه. اكيد انه انجاز المنتخب المغربي في كاس العالم 2022 عنده دور، عنده تاثير،
اكيد الدوله المغربيه بيتم طميمها. نتخيل ممكن حتى الناس السياسيين في المغرب تدخلوا في الموضوع هذا. الاستحقاقات القادمه نتاع المنتخب المغربي سواء كاس افريقيا ولا تنظيم كاس العالم كذلك عنده دور في هذا. وفرصة إبراهيم دياز أنه يلعب مع منتخب محترم جدا بهذه الإنجازات وهذه الاستحقاقات أكبر بكثير من أنه يلعب مع منتخب إسبانيا. ولكن الضغوطات أكيد باش تصير ضغوطات من الجامعة الإسبانية وخاصة من ريال مدريد. وهذا باش نعرفوا اسكو إبراهيم دياز يعني الاختيار نتاعو عن قناعة. إذا ما تراجعش عن اختياره يعني بالحق معناها اختيار عن قناعة ومكسب كبير للمنتخب المغربي. لاعب محترم جدا، لاعب جيد جدا مع الجيل اللي موجود في المغرب. ان شاء الله يعملوا انجازات كما عملوا في قطر وممكن حتى احسن من انجازات قطر. وربيع يقول لك مؤكد انه سيكون مع المنتخب المغربي وانتهى الامر. حسم الامر تماما. ولو انه الحقيقه حتى نكون واضحين، ما يقوم به إبراهيم دياز في ريال مدريد يقوم به أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان وقام به قبلها في ريال مدريد. الحقيقة المغرب أيضا عنده لاعبين كبار أفضل حتى من إبراهيم دياز، حتى لا نضخم الأمر ويدخل على أساس أنه فاتح الأندلس إن صح التعبير، حتى تكون الأمور واضحة ونضع الأمور في إطارها. أصدقائي كما شاهدتوا في هذا الفيديو على قناة الكأس القطرية في برنامج الكرة العربية الحديث عن لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز الممثل الجديد للمنتخب المغربي بعد ما حسم القرار ديالو بتمثيل الأسود عوض منتخب إسبانيا. كنعرفوا بأن هذا اللاعب المغربي الإسباني اللي عنده واحد الجنسية مزدوجة اختار أخيرا تمثيل المنتخب المغربي بعد دراسة وتأني. شفنا بأن كذلك الإعلام الإسباني كيتحسر على ضياع هذا اللاعب هذا، لكن صراحة فوزي القجاع والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب وليد الركراكي قاموا بعمل جبار في التواصل مع هذا اللاعب والإقناع ديالو بتمثيل الأسود. إبراهيم دياز غادي يكون إضافة كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي المقبل على عدة استحقاقات مهمة. كأس إفريقيا اللي غادي تقام في المغرب 2025 وكذلك كأس العالم في 1926 بأمريكا وكندا والمكسيك. صراحة كما قلت إبراهيم دياز غادي يكون إضافة كبيرة لكتيبة وليد الركراكي. وكيف صرح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بأنه قطعة مهمة هي اللي كتنقصو ربما في خط الهجوم. كنعرفوا بأن إبراهيم دياز كيتميز بصناعة اللعب وكذلك بالتهديف. كنتمنى حظ سعيد لهذا اللاعب رفقة أسود الأطلس ويقدم الإضافة اللي كينتظروا منها الجمهور المغربي. إخواني أخواتي، لو وصلتوا حتى لهذه المرحلة من مشاهدة هذا الفيديو دليل على أنكم أوفياء لهذه القناة. كنتمنوا أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد دائما مع قناتكم مستر بالو. كنتمنى لكم تدوزوا نهار زوين ونتلاقاو على خير في فيديو جديد. يلا خوتي تبقاو على خير.